بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والإخوة الصغار والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات. نحمده ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من رزق المال والولد فقد رزق خيرا عظيما، ومن شكر الله على نعمته زاده منها، وكان الله شاكرا عليما. فقد قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن وقار الله تعالى القيام بحقوق هذه النعمة، لأنه عن ذلك يكون مسؤولا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن راعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن راعيتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل البيت. أخي المسلم، فاعلم أن للأولاد حقوقا على والديهم يجب عليهم أداؤها، وآدابا يلزمهم القيام بها. فالأول من ذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الثاني أمرهم بالمعروف وحملهم على الخير والطاعة لله ولرسوله، ونهيهم عن المنكر وتجنيبهم الكفر والمعاصي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الثالث حسن تربيتهم بتعليمهم الصدق والأخلاق الجميلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بساع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحلة أفضل من أدب حسن، ولقوله: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. الرابع وجوه النفقة على الأولاد، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اعدلوا وساووا بين الأولاد من بنين وبنات في العطاء والهبات والمحبة ونحو ذلك من أنواع المفاضلة بينهم، لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نهلت ابني هذا، أي أعطيته غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نهلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. إخوة الإيمان، من حقوق الأبناء على الآباء تحسين الاسم
لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ومن المستحب تسمية الولد باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن. عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ويستحب أيضا تسميته باسم الأنبياء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. كما أنه يستحب تسميته في اليوم السابع، ولا بأس بتسميته في يوم ولادته للحديث السابق. عباد الله، فعلى الآباء مراعاة توجيه أبنائهم في الواجبات الدينية وغيرها من فضائل الشريعة المستحبة، فبذلك يبدأ الرجل بتربية أبنائه على الأهم فالمهم، فيبدأ بتربيتهم على العقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع، ثم يعلمهم ويربيهم على الأخلاق والآداب الحميدة. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إخوة الإيمان، ينبغي على كل أب وأم أن يعلموا أبنائهم وبناتهم على الخلق الحميدة والآداب الرفيعة، سواء في أدبهم مع الله أو نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أدبهم مع أقرانهم وأمتهم، ومع كل من يعرفون ممن لهم عليه حق. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.